هنا لانه يقول لك في القرن هذايا النفط الجديد هو شنو؟ البيانات، والنفط شو يلزمه تكرير هكا ولا تكرير نفط هو شنو؟ هو الياء، الذكاء الصناعي هو يمكن البيانات نخرج منهم ثروه. وهنا في الاخير حاب نختم ونقول الشباب نتاعنا دوما برشا مش عادوا الباك، وحتى الناس اللي عندهم دبلوم اخر، وحتى الطب يلزم يبدا طبيب ويفهم شويه في الذكاء الصناعي. عمليات بالياء اي يعطيك صحه. دونك هنا لازم نعطيو نصيحه كان تسمح من خلالك هو انه خاطر هما المستثمرين على العشره يتفرجوا فينا توا تبارك الله. مهم لانه لا بربي الشباب كل اسمه حاتم، عم حاتم ايه عايش عليه تقولنا شباب اكبر منهم شويه. هو انه نمشيو داتا ساينس، البيانات مهم ياسر، وزاد كان ممكن ليا، لانه علاش؟ لانه هذايا مش تولي كومبيتونس مطلوبه ياسر وشويه فرد وقت، وعلى ذاك يزيدوا شهري برشا ان شاء الله مستقبل واعد اليوم وللبلاد زاد. وهذه حاجه تخدم من الصغر حتى تنجم توريونتي ولدك ولا بنتك في الثنيه اللي انت ترى فيها ديسي 10 و15 و20 سنه، فيها الافاق، فيها الفلوس، وفيها سوق شغل واسع، فيها الفرضيات كبيره، مش كيما برشا دي دومين قاعدين يموتوا مع الوقت، وهذيك سنه الحياه. ناصر، العقليه مثلا نتاع الشركات الستارت اب ما عندناش الناس الكل اليوم في تونس، والور كي حاجه ساعات تتعلم، ساعات الباروي يورثها لاولاده. مالوريزمون عندنا نسبه كبيره منا ولا استثني نفسي نحبوا شهريه، صب لي سي ان اساسي، اموري واضحه، عندي عرف يزيدني في الشهريه، ينقص لي غادي احلامنا تتلخص، ولكن ثم ناس تمشي في الريسك. انك باش تكون تاجر وتنجح وتحط الريسك انك باش تكبر مش حاجه سهله، يلزمك تعرف كيفاش تستعملها، على خاطر مالوريزمون برشا ناس يمشي في بالها وقت اللي تصور 10000 فرنك راهو ال 10000 فرنك هذيك نتاعو، لا تونديسك هي ال 10000 يمكن عندك منها دينار و9000 الاخرين، فما شيء باش تكبر به وتشري به سلعه اخرى باش تمشي لقدام وتزيد تكبر المشروع نتاعك، وقت الدينار هذاك تصرف به على عائلتك وعلى فما ناس تعمل العكس. انا مثلا انا عايش في صفاقس ويقولوا لي تراديسيون اللي موجودين في صفاقس ناس خدامه، ناس على خاطر تعرف كيفاش تسوق، وفي وقت من الاوقات اني نقول لك فما برشا تجار ما يامنوش بالشهريه، يحبوا البروجي، يامن بالبزنس نتاعو بانه قادر يجاري بزنس ويعمل شركه وتكبر. علاش هو علاش رفيق؟ على خاطر هو تلقاه خدم وصور فلوس، وبالعكس يمشي يقري ولده باش يزيد يطور وباش يزيد يكبر المشروع هذاك، على خاطر يولي يقول لك بالثقافه وبالكولتور وانك تمشي تخالط ناس، وكما كان يحكي حاتم بالنسبه اللي هو المشروع هذاك يكون يجيب في ارباح معناتها شويه يولي يكبرها، وهذاك هو شنو معناتها تكبير المشروع وكيفاش الناس عندها في اللجان نتاعها. فما ناس موجوده راهو مش اي انسان ينجم يكون تاجر، نجم تاجر تعطيه 10000 فرنك يعمل بينهم فورتون، وفما اللي تعطيه مليون غدوه يرجع صفر. الفرق ما بيناتهم في المعامله مع الفلوس هذيك كيفاش يوظفها باش ينجم يطورها. وانت تحكي على اهميه العقليه ناصر، زيد مثلا نحطك توا في ان كاد اكزومبل، عندك 50 مليون دولار نتاعك ممنوع انك تبلاسيهم في البنوك، قانون يمنع مثلا. انا هي شركه من الشركات البيك تك، البيك تكنولوجي اليوم اللي تمشي تشري فيها ديزاكسيون اللي هكا تشبه المخك وطريقه التسيير نتاعها ترى روحك فيها، مثلا جوجل، تسلا، ميتا، وين تحط فلوسك؟ والله يا رفيق ما نحط في شيء. عليه؟ نشي بالاس في السونتر في صالة افراح وقهوه 3 قهاوي لوطه نحب بكرهبه نبدا ندور، انت باش نخرجك غدوه ماكش خالص وامنيتي انت تكري من عندي، ما نشري في حتى شيء معناتها انا فلوسي راه فيها في اكرون، نحب الرا البني العقه، نحب تجي ستيك هكا زياده باش تقصوا لك هكا الضوء الكل، نحب تقدر تعدي بكرامتك وتشوف العقارات نتاعك، وامنيتي انت تكون عندي كان، امنيتي اي ما خلتنيش يا بابا، ما عنديش انا عقليه معناتها انا فلوسي خرجني في الليل كان مش خالص نهب لك عدو المنافق دروس لا ما تعرفنيش تفجع خديجه لا ما غير خديجه لا بالحق، اما انت ركز معاك سندي كل داخل لي بعلوش البلاز وتلمح وكريه، ركز معاك على حاتم. لا حاتم على ايه حاتم نعمل له كل فوي يلزم 8 يروح، هذا باش يروح لي 11 بتاع الليل وبرشا يحس في البلاص يعاود طالع يغني، يحب 8 يروح كل فوي يروح، اما هذه 11 بتاع الليل. دونك انفستيسمون في البيك تيك، لا بورصه، شنغاي، هونغ كونغ، سونتر فيل صارت فرح 3 قهاوي. يلا سيدي سعداء باستقباله بعدين، نحب تصفيقه كبيره لو رامي الفراتي.